أهلا وسهلا بحضراتكم. خطاب الرئيس لازم نذيعه عشان الناس كلها تستمع للرئيس وتكتشف ما تكتشف من أشياء كثيرة، ولكن منه له. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى. ويسألونك متى هو، هكذا ختم الرئيس خطابه. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. صدق الله العظيم. امبارح الراجل قال لي حمادة في الأول وحمادة في الآخر. قلت حصل حمادة في الأول، وحمادة ده واحد تاني خالص. فجت في دماغي كده حاجة، يعني يمكن ليها ويمكن يعني حمادة في الأول، حمادة ده حاجة وحمادة بقى حاجة تانية. المهم قصر الكلام عشان نقصر معاكم، يعني عشان الحلقة راحت مننا. بس معانا الدكتور محمد المخزنجي إن شاء الله هيشرفنا ويمتعنا بإبداعاته الرائعة الجميلة وجهده الرائع وتفسيره الرائع أيضا. أسره كان في الرئيس محمد مرسي رأي في سوريا، في روسيا. تعالوا نسمعه كده. Разумеется, говорили о проблемах Сирии. بطبيعة الحال نحن تحدثنا في مشاكل المتعلقة بسوريا. Россия и Египет едины во мнении о необходимости политико-правового решения сирийского кризиса, без вмешательства извне. مصر وروسيا يجمعنا الرأي حول ضرورة الحل سياسي قانوني للأزمة السورية بدون تدخل من الخارج. Мы выступаем за скорейшее прекращение огня и запуск внутрисирийских переговоров. نؤيد فكرة أسرع وقف إطلاق النار وتشغيل المفاوضات السورية. Во многом совпадают наши подходы и к урегулированию арабо-израильского конфликта. وكثيرا ما تتفق وتتطابق مواقفنا من التسوية للنزاع العربي الإسرائيلي. وبحثنا أيضا مع الرئيس بوتين تطورات الأوضاع الإقليمية. Мы также с господином президентом Владимиром Путиным затронули вопросы, региональные вопросы. وكان على رأس هذه الموضوعات وقمتها الملف السوري. Прежде всего, это сирийская проблема. وقد حظي هذا الملف باهتمام كبير. Этот вопрос занял особое место в наших сегодняшних переговорах. من كلا الجانبين. С двух сторон. في محاولة للتوصل إلى تسوية سريعة للأزمة. Мы старались найти выход для урегулирования данного кризиса в максимально ближайшей перспективе. وأنا أقدر جدا وجهة النظر والموقف الروسي تجاه حل الأزمة السورية. Я высоко ценю позицию России относительно регулирования и решения данного кризиса, которая является тоже очень близкой к египетской позиции по данному. انتوا قطعتوا ولا ايه؟ مش فهمتش. بس هو ما قالش كلمة مطابق. الرئيس الروسي هو اللي قال. الرئيس الروسي قال موقف مطابق، والرئيس مرسي قال يعني بنحترم دوت. وخرجنا من روسيا مختلفين. النهارده بيشيل السفير وبيعمل السفير بعد ما امريكا اعلنت انها هتسلح المجاهدين في سوريا. ليه كنتوا انكم تحسبوها بقى؟ ليه كنتوا انكم تحسبوها؟ ثم هو بيتكلم دكتور على الامن والامان في سوريا. طب احنا فين؟ يعني احنا فين من الحكايه دي؟ ثم يتكلم عن رفض التدخل الاجنبي. يعني تدخل اجنبي في كل الامور سوريا. طب ما احنا كده بنتدخل. انت كده بتتدخل. انت رافض التدخل ولا عايز تتدخل؟ سوريا الامر قلنا ملتبس ومرتبك. فانت رافض التدخل. انت دلوقتي اعلنت موقفك بانك قطعت العلاقات، طردت السفير السوري او القائم بالاعمال وبعت تجيب القائم بتاع الاعمال بتاعنا، وقطعت العلاقات ورفضت نظام حكم بشار وبتهاجم حسن نصر الله. على فكره حسن نصر الله ده كان صاحبكم زمان لما كان بيهاجم اسرائيل، ولما هم مازال لغايه دلوقتي. على فكره ما كانتش كلمه اسرائيل ولا مره في الخطاب، ولا كلمه فلسطين ولا مره. جت كلمه القدس. بقت قضيه فلسطين دلوقتي قضيه القدس، مش قضيه فلسطين، مش قضيه الشعب كله، قضيه القدس. اتلمت كده، اتلمت بقدره قادر وبقت القدس بس. هي دي المشكله.
لا جاب سيره فلسطين ولا جاب سيره اسرائيل، مع انه اتكلم عن مجازر بتحصل في العالم في الشرق وفي اوروبا وهنا وهنا، وما قالش اسرائيل. ما ادانش اسرائيل بشكل مباشر خالص، قال في قضايا سوريا وقضايا القدس وقضايا، وده انا ما فهموش. سوريا خلاف بينهم وبين بعضهم، ومشكله بين شعب وشعب، هم الشعب نفسه. يعني الجيش الحر ده جزء كبير جدا منه من سوريا، في ناس عناصر دخلت عليه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن الجيش الحر ده اتأسس من سوريا. وزي ما قال الدكتور عمار علي حسن، الثوره السوريه، وانا كنت الكلام ده قبله، ان هي بدأت ثوره زي ثوره مصر بالظبط، ثم تحولت بعد ذلك الى عنف، ودخل بشار استخدم الجيش وضرب وقتل بالالاف، زي ما حصل قبل كده في سنه حاجه و80 عمل كده حافظ الاسد في حلب برضو بالتحديد، يعني وفي درعا وفي كل الحاجات دي. فانا مش قادر افهم ايه الحكايه.